بعد كده بيتعرف على ميوركي وبيساعده في توزيع المنشورات بطريقة بسيطة جدا بيسيبوها في حمامات اليهود، عشان الألمان عمرهم ما بيدخلوا حمامات اليهود. بيوزعوا حوالي 100,000 نسخة على أمل إن الناس تقاوم. بس السؤال هنا، هل الجوع بيسمح بثورة ولا الجوع بيكسر أي مقاومة؟ أثناء رجوع وادس بيشوف ساعتها طفل كان بيسرق أكل من بره الحاجز وبيحاول إن هو يدخل تاني الحاجز من فتحة صغيرة قوي في المجاري. وادس بيحاول يساعده ولكن الطفل ما بيستحملش وبيموت بين ايدين وادس. أصعب حاجة إنك تشوف حد بيموت عشان بس ياكل. بعد كده وادس بيشوف جنود ألمان بيفتشوا الشقة اللي قدامه، وكان في واحد في الشقة دي راجل عجوز ما بيقدرش إن هو يتحرك من على الكرسي المتحرك بتاعه، ولما بيأمروا الألمان إن هو يقف وما بيعرفش بكل سهولة بيرموه من البلكونة. بعد كده بيضربوا كل اللي في الشقة بالرصاص كأنهم ولا حاجة. وهنا بتفهم إن الموت بقى رخيص. الموت بقى مش فارق معاهم، لأن زي ما قلت لك هم شايفينهم أقل من البشر.